السلام عليكم. هنتكلم عن فنان قدير راحل من الزمن الجميل. هنتكلم عن يحيى شاهين، وصلي على النبي وكل من النبي صلي عليه. اسمه يحيى حسن شاهين، من مواليد 1917 في حي إمبابة بالجيزة. اشتغل يحيى بالتمثيل والإنتاج لمدة حوالي 50 سنة. في المدرسة الابتدائية اشترك يحيى شاهين في فريق التمثيل، ومن كتر نبوغه وموهبته المبكرة بقى رئيس فريق التمثيل بالمدرسة. وبعد كده دخل مدرسة الفنون التطبيقية، أو دلوقتي نقدر نقول كلية الفنون التطبيقية. اتخرج منها من قسم النسيج، وتعين في شركة مصر للغزل والنسيج مهندس نسيج. لكن حب يحيى للتمثيل وشغفه بيه، واللي كان طول الوقت بيفكر فيه، كان مسيطر عليه تماما لغاية ما التقى بالصدفة ببشارة وكيم وإدمون طويمة، اللي كان مدير للمسرح في دار الأوبرا المصرية الملكية، اللي أعجب جدا بيحيى وموهبته، وعرض عليه إنه يتقدم ويترشح لمدرسة التمثيل بالأوبرا. في نفس التوقيت عرف يحيى شاهين إن فاطمة رشدي بتكون فرقتها التمثيلية، وإنها بتدور على جان، وتقدم يحيى ونجح في الدور، وبقى هو الجان بتاع فرقة فاطمة رشدي خلفا للجان اللي هو أحمد علام. ومن هنا نقدر نقول إن مسيرة يحيى شاهين الفنية بدأت، وكانت بدايتها مع فاطمة رشدي. بدأ يحيى بالعديد من المسرحيات، من أشهرها روميو وجولييت ومجنون ليلى، وعمل مسرحيات كتير قوي لغاية ما السينما نادت عليه، فتحت لها دراعاته الاتنين، ويحيى انطلق في السينما وحقق نجاحات كبيرة قوي، كانت أضعاف مضاعفة من اللي حققه في المسرح. أول أدوار يحيى في السينما كان فيلم لو كنت غني، وكان دور كده هامشي لغاية ما علم مع الناس وطلبته كوكب الشرق عشان يمثل قدامها دور البطولة في فيلم سلامة. كمان يحيى ليه عدة أعمال تلفزيونية، من أشهرها شارع المواردي والطاحونة. طبعا سبب مسيرته الكبيرة وموهبته الفذة، حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير والأوسمة في المهرجانات المختلفة. الفنان الكبير يحيى شاهين حياته العائلية مش أحسن حاجة. في يوم من الأيام حب سيدة مجرية وقرر يتجوزها. الست دي كانت مطلقة وكان عندها ولدين، لكن هو الحب طبعا ما بيعرفش التفاصيل ولا الظروف. اتجوزها يحيى شاهين وخلف منها بنتين، وعاش في سعادة، بس للأسف الحياة ما بتستمرش على حال. حصل بينهم خلافات، والست قررت تاخد بناتها وترجع على المجر. يحيى شاهين جاله اكتئاب حاد، وقرر بعدها إنه يدور على عروسة مصرية، وطلب من أهله يشوفوا له بنت مصرية تتفهم طبيعة شغله. وبالفعل العيلة قدرت تلاقي له عروسة، ووقع الاختيار على السيدة مشيرة عبد المنعم، واتجوزوا جواز سريع وخلفوا بنت وحيدة سموها داليا. وكان الجواز في سن كبير، وعاشت معاه السيدة مشيرة لغاية وفاته. للأسف يحيى شاهين فضل قلبه موجوع على بناته الاتنين، اللي زوجته الأولى خدتهم وهاجرت بيهم، وانقطعت علاقته بيهم، وكان دايما في حسرة في قلبه على بناته، يا ترى مصيرهم بقوا إيه، يا ترى مسلمين ولا غير ديانتهم. وطبعا دي الحياة للأسف، وربنا يرحم الفنان القدير يحيى شاهين. دي كانت نبذة صغيرة عن حياته، وأنا أختكم همسة، ومن فضلكم ادعموا قناتي عشان تكبر. شكرا ليكم.